أصعب حاجة على الوالدين ماشي تعب، أصعب حاجة هي ملي يشوفوا ولادهم بعد على طريق الله. النصيحة كتكون، الدعاء كيكون، ولكن القلب باقي خايف. وهنا كتجي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، تعلمنا معنى الصبر الحقيقي مع الأولاد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الجلسة الهادئة اللي كنحاولوا فيها نفهموا حياتنا من خلال دروس جميلة من قصص الأنبياء. واليوم غادي نوقف مع درس عظيم، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. بزاف ديال الآباء والأمهات كيتعبوا في هذه النقطة، الصلاة. كيبغوا يشوفوا ولادهم قريبين من الله، ولكن الواقع كيكون صعيب. كيبدا الشك يتسلل، واش قصرت، واش ما عرفتش نربي، وكيولي القلب مثقل بين الخوف والحب. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أب، وأب عظيم، ربى على التوحيد، دعا، صبر، ولكن ما فرضش الإيمان بالقوة. كان عارف حاجة عميقة، بأن الهداية ماشي بيد البشر. والله سبحانه قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني راه ماشي عليك تهدي ولادك، عليك غير تبدل السبب، والله هو اللي كيهدي. هاد الآية كتخفف حمل الكبير على الوالدين، كتقول لهم درتي اللي عليك، ربيتي، نصحتي، دعيتي، صافي خلي الباقي على الله. حيث القلوب ما كيتفتحوش بالقهر، كيتفتحوا باللطف. سيدنا إبراهيم عليه السلام موقفش غير عند التربية، كان كيدعي: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الدعاء. دعاء فيه حب، وفيه تسليم، وفيه صبر طويل. الصبر مع الأولاد ماشي هو السكوت ولا ضعف. الصبر هو تبقى ثابت في القيام، وتكون قدوة، تخلي باب الدعاء محلول بلا يأس. والله قال: واصطبر عليها. يعني الصبر ماشي مرة واحدة، الصبر الطريق فيه طول النفس وفيه أمل. إلا كنتي دابا كتدعي مع ولادك وكتصبر وكتحس بالتعب، راه ربي شايف قلبك، وحتى إلا ما بانش الأثر دابا، راه الدعاء ما كيضيعش. يا رب، كما رزقت سيدنا إبراهيم ذرية صالحة، ارزقنا الصبر على أولادنا، وقرب قلوبهم ليك، واجعلهم من المصلين.